لما هو محمد فؤاد بيهاجم منى فضالي، بيهاجمها ليه؟ ما انا سألته سؤال واحد بقوله للمرة مليون، انا حفلتي ما كانتش حلوة، كملت ليه؟ قعدت ليه؟ غنيت ليه؟ استنيت للتورته ليه؟ صورت ليه؟ لما انا الحفلة مش حلوة، لما انا اسأت ليك، ما ملهاش معنى يعني انا لما اجي النهارده اقول لك كلام لازم اقوله وانا عارفه انا بقول ايه كويس. انا النهارده جايه لكم الجريده هو حد ضربني على ايدي عشان اجي؟ القعده لو مش عجباني همشي. انت قعدت ليه بقى؟ اما انت طالع عمالك تشهر بيا وتقول كلام مش لطيف، طيب ماشي، نشوف الفيديو ونشوف انا غلط ولا انت اللي غلط. لو انا بهذه الاخلاق كان ممكن ارد عليه رد بسيط قوي من بدري جدا، ولكن انا اكبر من كده بقى. ما كنتش احب ان هو يقل بهذا الشكل حتى عند جمهوره، مش عندي. هي مش شطاره انك تطلع تقول انا اتعمل فيا وان انا اتعمل فيا، مش شطاره يعني. ومش شطاره انك تقول ان انت كنت مرشحني لشغل وان انت ما حصلش. لا محمد فؤاد لا محمد فؤاد كان عنده اعمال ولا عنده فيلم ولا عنده. طب هي فين الافلام دي؟ ما اتعملتش ليه؟ ما احنا بنقول برضو يعني انا ما عنديش اي مشكله. كنت مرشح، فين هذا الفيلم؟ بقاله 9 سنين ولا 8 سنين، فين الفيلم؟ المشروع اللي انت مرشحني عشانه مفيش فيلم، وما قاليش على فيلم. وانا النهارده ممكن اقول لك انا عازماك على عيد ميلادي، تعال. عيد الميلاد مش حلو، امشي، امشي، مش هزعل. لكن ما تقعدش للنهايه وتكمل وانا قاعده. يعني انا على فكره انا مشيت وهو كان لسه قاعد، مش هو اللي مشي على فكره. فانا مستغربه جدا الحوار اللي حصل بينه وبين مدام منى عبد الوهاب. وانا يعني بصراحه انا بحترمها جدا واشكرها انها كانت بترد، وهي ما تعرفنيش على فكره. وانا كنت هطلع في نفس البرنامج ولكن انا رفضت عشان ما ردش. طب ليه؟ ما كنتش حابه اتكلم صراحه والله العظيم، بس هو انا ما كنتش شايفه الحلقه، بس انا سمعت يعني بعد الكلام، لكن ما اعرفش ايه الحلقه. بس في ناس بعتوا لي اللينك فاتفرجت عليه، قلت في اوان بيحاول يحقر من اسمي، بيعمل نفسه مش عارفني، وبيحاول يقول قعدت تترمى عليا وتعمل عليا. طب ليه يا محمد؟ مش لاقيه له اي سبب. هو انت عشان تطلع بطل وتطلع نفسك من مأزق توقع نفسك في مأزق اكبر؟ محمد فؤاد انا بحبه جدا كفنان. على المستوى الشخصي يعني كنت احب احضر له حفلاته دايما. هو ابن بلد، ولكن للاسف انت خسرت صديقة هي ما اذتكش في اي شيء، وما كانتش عايزة منك اي حاجة. انا فاهمة كنتش عايزة منك حاجة، سوري يعني. مش مستنية الشغل معاك. الحمد لله انا بشتغل مع ناس عارفاهم كويس جدا، ولكن ده ما يمنعش ان انا بحترمه. وانا اتعودت ووالدتي علمتني ده، ان لما حد يغلط فيكي تغلطيش فيه. اتعلمت كده من وانا صغيره، عشان كده ما بردش الاساءه باساءه.